في اكتشاف علمي جديد تم نشره في شهر مايو الماضي لعام 2023، ويعتبر إنجازاً جديداً في مجال علم الأحياء. يتعلق هذا الاكتشاف بالعثور على عضية جديدة داخل الخلية الحيوانية. ماذا نعني بكلمة عضية؟ تعريفها الشائع في كتب الأحياء هي تركيب تحت خلوي يوجد داخل الخلية وله وظيفة معينة. ولكن لنبسط الأمر، فهي تشبه الأعضاء بالنسبة لجسمنا، مثل القلب والرئتين والكبد، وهناك أيضا عضيات داخل الخلية مثل النواة والميتوكوندريا، حيث تلعب كل منها دورا مهما في الخلية. ما هي وظيفة العضية المكتشفة حديثا؟ ببساطة، تقوم هذه العضية بتخزين وتنظيم إمداد الخلية بالفوسفات. ولكي نفهم أكثر عن دور الفوسفات في الخلية والأنشطة المهمة التي يشارك فيها، فهو يلعب دورا أساسيا في تركيبات هامة مثل المادة الوراثية والبروتينات والغشاء الخلوي وغيرها. كيف تم اكتشاف هذه العضية بالأصل؟ فريق البحث كان يدرس دور الفوسفات في بعض العمليات الحيوية في الخلية من خلال تتبع بعض الجينات والبروتينات التي تلعب دورا هاما في تنظيم الفوسفات. وعن طريق الصبغات والتتبع، لاحظوا أن أحد هذه البروتينات يتحرك في اتجاه شكل بيضاوي داخل الخلية في أمعاء ذبابة الفاكهة. وتم تصوير هذه العضية وتمكنوا من مشاهدتها. الجميل في هذا الاكتشاف يتمثل في عدة أمور. أولاً، الهدف البحثي الأصلي، حيث لم يكن الهدف من البحث بالأساس هو اكتشاف عضية جديدة في الخلية، لكن البحث عن دور الفوسفات وعلاقته بتجديد الأنسجة أدى إلى هذا الاكتشاف. يمكن أن تكون هذه اللحظة التي تأخذك في طريق غير متوقع وتفتح لك أبواباً جديدة في عالم البحث، تجربة مليئة بالمتعة والتحدي. ثانياً، حشرة ذبابة الفاكهة، حيث أن هذا الاكتشاف كان مفاجأة سارة، لأنه تم اكتشاف هذه العضية في كائن يعتبر من أكثر الكائنات التي تم دراستها بكثرة، وهو حشرة ذبابة الفاكهة. يشعر الإنسان بالغرابة لأنه تم اكتشاف هذه العضية في كائن يعد نموذجاً في علم الأحياء. ثالثاً، تعديل المناهج الدراسية، حيث يمكن لهذا الاكتشاف أن يكون جزءاً من تحديث المناهج الدراسية للطلاب في المراحل الابتدائية أو المتوسطة. فكما تمت إضافة كوكب بلوتو للمجموعة الشمسية وحذفه، يمكن أن يتم إضافة هذه العضية الجديدة للمناهج الدراسية بعد التحديث. أخيراً، يظهر هذا الاكتشاف لنا دائماً أن العلم لا يزال لديه الكثير ليكشفه لنا، وأن الإنسان لا يزال بحاجة إلى المزيد من الجهد والبحث لفهم أسرار هذا الكون. إذا أعجبك الفيديو فاشترك بالقناة.